عرف دوار حشلفة بالجماعة القروية ولاد حسين بمنطقة ولاد بوعزيز بإقليم الجديدة، ومنذ سنين بصناعة الفخار، ومن أبرزها الطعريجة التي تتمركز داخل البيوت، يزاولها أزيد من 20 فخارا يشغلون يد عاملة مهمة إناثا وذكورا. صناعة ما زالت ساكنة هذه المنطقة متمسكين بأصالتها ودأبت على إنتاجها من جيل إلى جيل. الطعريجة من أول زمان، من قد جدودنا والوالدين اللي كانوا عايشين فيها، ومن بعد بقينا حنا كان يخدموا غير داكشي ديال الفراح، وكان يخدموا الخديمه فاش يسقيو الماء وداكشي. وملي تطور الوقت ولات الميكا، البانيوات، الفيديوهات ديال الميكا، رجعوا للطعريجه. الناس كتعيش فيها صافي، هي اللي بقات تمشي لهم دابا الخدمه ديما. وانا هادشي ديال الجلاد وداكشي كنبداو من رمضان ولا من ورا رمضان، كنجلدو نصاوبو تيجي عندنا الشاري وكنبيعو نشريو معاه. كاين ديال العامله، الناس اللي كيجلدوا، وكاين اللي يزوقوا، وكاين كلشي كيخدم فيها. تتخذ الطعريجة بهذه المنطقة أشكال وأحجام مختلفة تكسوها رسوم وتلوينات تعكسان ما تنفرد به هذه المنطقة من مناظر طبيعية. جودة وإتقان المنتوج يجذبان التجار الذين يأتون من مناطق مختلفة من المغرب للتزود بهذا المنتوج التقليدي. معروفة هذه المنطقة بهذه الصناعة ديال الطعريجة، الجودة مزيانة، حاجة زوينة. تنجيو ولفنا هذه البلاصة، تنجيو لها ديما تيصوبوا داكشي مزيان، تنجيو نتقداو من عندهم من هنا. كنشرو كمية كبيرة، 6000 7000 8000 حبة، تندوز السوق حنا تنفرقوا على الدراري السكاطة ولا الجمالة وتيبيعوا يشريو. وتطمح هذه التعاونية في تغيير أساليب الإنتاج وتجاوز استعمال الأفرنة التقليدية وما ينجم عنها من تلوث بيئي. هاد الفرانات اللي خدامين دابا ديالنا غير عاديين، كيتبنوا غير بالحجر، ولكن اللي كيدنيو عليهم غير البنوات، الدخان وديك النفايات ديال اللي كتجي من المدن ديال الوزينات. ولكن حنا ضرتنا هذاك الدخان، ضرنا وضر الوليدات، ضرت الفلاحه. نتمنوا في الله الناس المسؤولين يعاونونا. هي إذن آمال معقودة من أجل تنمية هذه المنتوجات الفخارية، منتوجات هي مورد رزق للعديد من أسر دوار حشالفة بإقليم الجديدة، فالاهتمام بها من شأن النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من الصناع التقليديين.